في هذا الفيديو اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي يتشاجر مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى أن تبدأ يومك بالصلاة على النبي وأن تستغفر الله. ذكرت تقارير صحفية أن الجناح الدولي المغربي أشرف حكيمي دخل في مشادته مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد الخسارة من كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث، ولم يتقبل لاعب المنتخب الوطني بعض قرارات الحكم القطري عبد الله جاسم الذي أظهر المباراة، واعتبروا أنهم ضحية التحكيم في المونديال للمباراة الثانية على التوالي. وقال يوهان كوكوسلان مراسل شبكة CFT سبورت الكرواتية إن أشرف حكيمي ذهب إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس ووجه له انتقادات بصوت عالي. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.